المطرة الحلوة، يا مساء المطرة الحلوة. تمطر، الله تمطر. وهذه شفت كيف زي الصحون الشعبية، تنفع في رمضان. هذا مرة ينفع في رمضان. اشتريت هذا الشيء اللي خقت عليه. أنا خقيت الحين ثواني بقول لكم. السلام عليكم، يا مساء الخير. كيفكم؟ ايش اخباركم؟ شو تسوين؟ اتمنى تكون يا رب اتم الصحة والعافية وتشوفوا فيديو اليوم وشوفوا كيف الاجواء. فتحت الشباك وشوفوا كيف الهواء ما شاء الله. الحين تشوفوا السيارة تتحرك. فتحت قلت يا ربي ما شاء الله الجو مرة يجنن. الجو كذا لطيف وفي برودة كذا حلوة. بعدين افتح جوالي وجتني رسالة من الارصاد الجوية انه احتمال تجي امطار يوم الجمعة ويوم السبت. فرحت مرة، ان شاء الله يا رب من جد تمطر امطار خير يا رب. وان شاء الله اذا مطرت اصور لكم المطر ان شاء الله. تصدقون الجو كذا حسيته ايش؟ حسيت الجو كذا حق بر. ودي كذا اطلع بار كذا مع لمة عيلة وكذا. الله الجو مرة يجنن. يعني انا لغاية الحين يعني تقريبا 2 عايشة في الدمام، فلغاية الحين لساني ما مسكت اني اقول الجو حق بحر، الجو حق بحر. متعودة هناك قد الجو عندنا صار حلو في الرياض، عطوا نقول الجو حق بر، الجو حق بر. متعودة على الكلمة هذه. الزبدة الحين عندي كم ساعة؟ عندي الساعة 2:30 وانا لسه ما فطرت. فبس اني الصراحة من دخل الشتاء كذا يعني البرود كذا الجو هذا والنهار صار قصير، صرت افطر العصر. لانه اقول خلاص انت قايمة الساعة مثلا 1:30، استني ساعة ونص كذا يعني وأذن وصلي العصر وافطري على رواقي. مرة قصير النهار. عاد العصر ساعة واحدة خلاص مرة قصير. رجع زي رمضان زمان يوم كنا نروح المدرسة. كنا نروح المدرسة في الشتاء في رمضان، وبعدها خلاص صار صيف 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 صيف. الحين بيرجع الوقت زي أول، بيصير شتاء في رمضان. الشتاء والله في رمضان مرة ممتع مرة حلو، والنهار كمان يكون قصير ما تجوعين فيه ما تعطشين فيه، مرة حلو ما شاء الله. فمن جد الله يبلغنا يا رب احنا وياكم. تخيلوا معاي ان اليوم جمعة، يعني سبحان الله الدعوة ان شاء الله بإذن الله مستجابة. وكمان بعد تمطر، يعني فوق الرحمة رحمتين، لا إله إلا الله. يعني جد ادعوا في أبواب السماء مفتوح. جد مرة استشعر هذه الأوقات مثل يكون يصادف كذا شيء، زي مثلا لو كان رمضان ويوم جمعة وبعد كمان تفطر بإذن الله بإذن الله ما ترد دعوة. لا إله إلا الله سبحان الله إن شاء الله يا رب. يا مساء المطرة الحلوة. تمطر، الله تمطر. بس الحين تمطر كذا تك تك تك. عرفتوها ذي حق الدلع، ذي مطرة الدلع. بعدين بتمطر مطر قوية ان شاء الله بإذن الله مطرة حلوة. فرحانة. اللهم صيبا نافعا غير ضار. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اكتب لنا الخير ويسر لنا امورنا ان شاء الله. المطرة حلوة. اللهم اهدنا صراطك المستقيم في كل أمور حياتنا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه يا رب يا رب العالمين. أنا جيت هنا عند أبو 5. شوفوا هذه حلوة مرة، الملح والفلفل. شوفوا هذه كيف شكلها، كأنها فلفل كيوت. الزبدة ما بوريكم هذه، وراح اوريكم ايش. شوفوا ايش لقيت هنا بعد على شكل ليمون. تعبون هنا الفلفل تحطونه كذا على شكل ليمون، تحطون واحدة للملح واحدة للفلفل. مرة حلو كيوت والله، عجبتني كيوت. توقفينها في الصحن كذا حلو والله. هذه أنا أحب القرنفل كمان أطحنه، فأفكر أخذ واحدة بس ماني متأكدة إذا تمام ولا لا، إنه زي حقة إيكيا ولا لا.
فاخترنا هذه أنسب واحدة، وباقي أجيب لها شرايط. وين جهة شرايط؟ هنا شرايط، لا هذه للزقات. هنا جهة شرايط، ماني عارفة أي شريط أخذ، أحس مو كلها اللي جت على بالي، أبغى سادة ويكون نحيفة، فلسه ما لقيت. يعني هذه فيها ذهبي كذا شوية، ما أبغى ذهبي لأنه اللي معاي كلها أصلا فيها إزعاج ألوان كثير، فنشوف شي يناسب. كيوت مرة حلوين، هذه الأشياء مرة كيوت. هذا هنا شكل جديد بس ما عجبني، هذا لونه حلو، كوب وزبدية وصحن صغير وصحن أكبر، مرة لونه حلو، لونه اللي كذا تركواز اللي مدري كيف. إيش بعد؟ هي الصحونة هذه عادية، كمان هذا الشكل جديد أول مرة أشوف، كأنه زي الخزف بس في الواقع ما عجبني. بسم الله. وهذه شفت كيف زي الصحون الشعبية، تنفع في رمضان، هذا مرة ينفع في رمضان، كذا قزاز مو بلاستيك، تحسونه من جد رمضاني. هذه أشياء عادية موجودة في كل محل. شفتوا هذه اللي زي كذا حق الكيك، هذه اللي محتاجتها مرة، بس طبعا عندهم ب5 أحسها رديئة فما أشتري من عندهم، بس جالسة أدور لي في أماكن ثانية يكون جودة عشان ما يصدي ويخرب علي وزي كذا، فأدور. شوف هذا الصحن تقولون مصدي، شوفوا كيف، بس هو مو مصدي. هذا لون ورجعت لكم الحين من البيت، راح اوريكم الاشياء اللي اشتريتها. ما اشتريت اشياء خرابيط كذا، تقريبا كلها اشياء مهمة الاساسية في البيت، فالحين راح اوريكم اياها. اشتريت مناديل هذه لقيت تقريبا سعرها 9 ريال اتوقع، فسعرها كان حلو واخذته. أخذت كمان الأكواب هذه، كانت 2 مع بعض ب5 ريال و75 هللة، يعني 6 ريال بس ما أدري ليش كذي 75 هللة، ما كتبوا 6 ولا كتبوا 5. فهذه أخذتها 2 مع بعض، وشكلها كمان حلو كذا أخضر وفيها كذا علامة كذا، شكلها حلو الكوب. وش بعد أخذت كمان هذه مرة مهمة جد، مرة صرت ما أستغني عنها، أشتري يعني إذا خلصت عندي لازم أشتري واحدة ثانية. مثلا قطعت سلطة وما أبغاها تكون مكشوفة، على طول أغطيها بالكيس. سويت عجينة، أغطي الزبدية كمان بكيس زي هذا. فمرة سهل، استهلكته كثير، يعني سهل علي أشياء كثيرة واستهلكته كمان كثير. يعني أول كنا مثلا نستخدم قماش نغطي فيه العجينة، أو مثلا نستخدم سفرة، فهذه أسهل وخلاص استخدام واحد ورمتيه، فحلوة مرة. وكمان أخذت سفر حبتين كذا مع بعض ب5 ريال و75 هللة، سعرها مرة حلو. وأخذت هذه الأكياس مرة كمان استهلكها كثير، مقاس 12 أخذت و10 و8، هذه اللي الأرقام اللي استخدمها كثير وخلصت من عندي. طبعا أخذت منها من كل واحدة حبتين، يعني 10 2 زي كذا. أخذت كمان كيس زبالة مقاس 30، يعني حق استخدام يومي وترمينها، ما أخذنا مقاس كبير، فهذه كمان الشيء اللي أخذته. وأخذنا كمان مناديل للمطبخ، لأنه خلصت اللي عندي، وكمان جد مرة أحتاج كثير في المطبخ المناديل، فجبنا له الرول هذا. كان هو سعره أغلى واحد فيهم، بس حسينا المنديل نفسه جودة، فإن شاء الله فعليا يكون جودة. أول مرة أجرب الشركة هذه.
صمغ القزاز، لاني احتاجه عندي كذا سلك حق سماعة الجوال فمكسور، فابغى اصمغه فيه فمحتاجته، فاخذنا هذا كله، يعني هذه الاربع حبات ب5.75 ريال. كمان اشتريت هذا الشيء اللي خقت عليه. انا خقيت الحين، ثواني بقول لكم، انا خقيت على الليمونة، عجبتني مرة اكثر من الصحن، فقلت راح تكون يعني فوق دراب المطبخ يكون شكلها مرة حلو كذا. هذا صحن، وبعدين الليمونة شوف كيف شكلها. هو الليمونة من داخل شكلها برتقال ما ادري ليش لونها باللون البرتقالي، بس شوف شكلها كيف كذا تنحط في الصحن، كذا تنحط. كيوت والله مرة حلوة. شوف شكلها، هي تكون ملاحة والحقة الفلفل الأسود، عرفتوا؟ شوف كيف شكلها. ثواني شوف شكلها في التصوير باين. أيوة كذا، شوف كيف ليمونة، ملحين، واحدة ملح واحدة ليمون. وهذا الصحن، أنا الصحن ما عجبني كثير، بس شوف الليمونة كيف، واو مرة حلوة. خقيت عليها قلت له لازم أخذ الليمونة، كان في منها فلفل بس ما عجبتني الفلفل، الليمونة أكثر أحلى. شوف شكلها والله مرة حلوة. شفتوا؟ المهم هذا الشيء أخذته، وكمان أخذنا إيش؟ تغليف هدايا. أخذت تغليف هدايا، وصراحة هذا كان اللي أحسن شكل موجود عندهم. ما كنت صراحة أبغى أروح أدور عند أبو 5 كثير كثير كثير، فهذا الشكل حصلته كذا حق هدايا، بس بعدين خفت الرول الواحد ما يكفيني، فجبت هذه إنه نفس الألوان بس الشكل غير. بس قلت يعني لو نقصني يعني عادي لو سويت حركة بهذه أضفته أو شيء زي كذا، بس إن شاء الله إنه رول واحد إنه يكفيني. فليش طبعا جبتها؟ لأني اشتريت هدية الحين ثواني راح أجيب لكم الهدية. بسم الله، ترى هذه الهدية، شوف كيف، ما هي جايتني مغلفة يعني مرتبة وكذا، فجايتني اشتريتها من أمازون. شفتوا المحبس حق الأطفال اللي يجيك مثلا 120 في 120 أو 180 في 180، وتحطين الطفل فيه، تحطين فيه كور، تحطين فيه ألعاب وأي شيء، أو إنك مثلا تحطينه في هذه المنطقة وتروحين تشتغلين في المطبخ، ويعني تكونين ضامنة إنه ما راح يجي حاجة يعوره ولا حاجة. المهم هذا المحبس حق الأطفال اشتريته، اشتريته من أمازون، وجاني بهذا البوكس. اتوقعت انه يمكن يجيني بالبوكس، عرفت كيف، تغليفة اطفال وحاجة، لا جاني بهذا البوكس، يعني لو فتحتيه على طول راح تحصلين المحبس داخل. فراح ان شاء الله باذن الله اغلفها معاكم كذا. من هنا يجيني نحيف كذا، والكرسون هو نفسه طويل، فالحين راح نغلفه سوا ان شاء الله. يا رب تطلع شكلها حلو وتعجبهم الهدية يا رب. يلا الحين خلونا نغلف مع بعض الهدية، بس راح نغلفها، بحاول قد ما اقدر كذا، ابغاها بطريقة جديدة تكون مغلفة. فالحين راح اوريكم كيف. الحين هذه تقريبا هنا تكون، الحين غلفت الجهتين بهذه الطريقة، شوفوا كيف كذا، والجهة الثانية كمان كذا. الحين الطريقة اللي شفتها في النت، الحين راح اسويها معاكم من هذه، من الجهة من فوق. الحين راح تسوونه كأنكم شفتوا يكون عندكم بيبي كذا تلفونه، ايوه الحين راح نلفها بهذا الشكل. الحين سويتها بهذا الشكل. الحين راح اقص من هنا، طبعا شوفوا الحين هذا شكله هنا، بس هنا ترى في شكل زي كذا مايل، عرفتوا، بس عشانه على تجليدة تيرازو فمش مبين معاي انه الحركة هذه. ومن هنا تحت هذا الشكل
الحين هنا في الوسط ابغى احط الشريطة، بس محتارة احط الشريطة الغامقة او الشريطة الفاتحة، فبشوف اللي تناسب راح احطها ان شاء الله. كذا بس شريطة واحدة هنا وبس. هذا شكل التغليف النهائي. شوفوا كيف هنا حبيت اني اوريكم اياه كذا يعني، بس عشانه على شكل قلت لكم تجليد الترازو فما بين معاي عن بعيد. وبس فيونكة ومن تحت كذا شكلها ظريفة صح؟ الشريطة صراحة تمنيت انها تكون اكبر، بس خلاص هذه اللي اشتريتها. بس تراها في الواقع افتح شوية الشريطة، يعني مش كذا احسها في التصوير باين الالوان غامقة مرة غامقة. ف جد اعطوا رايكم تحت في التعليقات، حلو تغليف ولا مو حلو؟ احس اني ابدعت.